كاين بزاف ناس يعانيو من مرض النقرس لاغوت. اليوم حبيت نهضر على هذا المرض لانه واحد اللي ماشي فاهم المرض ديالو ما رايح يعرف واش ياكل واش ما ياكلش، واش يدير واش ما يديرش باش يخفف عليه المرض ويخفف عليه لا سوفرانس ولا ايفيتي لي كومبليكاسيون، تجنب المضاعفات. في الفيديو تاع اليوم رايح نهضر لكم كيفاش يجي المرض تاع النقرس لاغوت، شكون هما الناس اللي يقدروا يمرضوا به، رايح نتكلم على الاعراض، على العلاج، ونعطي نصائح لنظام غذائي للناس المصابين بهذا المرض. باش نفهموا لا مالادي لاغوت، الحاجه الاولى لازم نفهموا وشنو هو حمض اليوريك، لاسيد اوريك. دير في بالك باللي لاسيد اوريك الناس كامل عندها في الدم تاعها. منين يجينا هاد لاسيد اوريك؟ يجينا كي الخلايا تاع الجسم تموت باش الجسم تاعنا يدير خلايا جديده، ولا نجيبوه من برا كي ناكلو مواد عندها واحد الماده واسمها بورين. هذيك لا بورين كي تدخل جسم الانسان تتكسر تولي تعطينا لاسيد اوريك. دونك كيما قلنا باللي لاسيد اوريك هذا الناس كامل عندها في الدم تاعها، سوا كي تكسروا الخلايا تاع الجسم تعطينا لاسيد اوريك، ولا كاين انواع من الاكل هي اللي طلعنا لاسيد اوريك. من بعد نعطي لكم شكون هما هاد المأكولات اللي طلع لنا لاسيد اوريك في الكور تاع بنادم. دوك المشكل وين راه؟ قلنا كاع عندنا لاسيد اوريك بصح وقتاش يولي هاد لاسيد اوريك يديرنا مشاكل في الصحه تاعنا، يديرنا مشاكل كي طلع النسبه تاعو. نورمالمون في الحاله الطبيعيه الجسم تاع الانسان كي يكون عندنا لاسيد اوريك كميه تقعد والكميه الزايده تخرج. نورمالمون الكلاوي تاع الانسان مع لي زانتيستا هما اللي يخرجوا هذاك الزايد، بصح كاين حالات وين الكلاوي ولا الامعاء ما يخدموش ملي خدمتهم. هذا الشيء يولي يخلي نسبه حمض اليوريك لاسيد اوريك تطلع عند بنادم. كي تكون الكليه ولا لي زانتيستا الامعاء ما يخدموش ملي خدمتهم، هذا الشيء يولي ما يخليهمش يخرجوا كاع الكميه اللازمه تاع لاسيد اوريك، تولي تطلع في الدم. وكاين حالات واحده اخرى ثاني تكون هي السبب، مثلا يكون هذا المرض وراثي. هذا المرض واحد اللي عنده مواليه ولا جدوده عندهم ديجا هذا المرض، تما حتى هو عنده احتمال يجي هذا المرض. والناس اللي ثاني يجيهم بزاف هذا المرض الناس اللي عندهم لانسفيزونس غينال، اللي عندهم قصور كلوي، ولا يقدر يكون بنادم عنده مرض السكر، ولا يقدر يكون يشرب بعض الادويه تاع القلب ولا الادويه